عايزه تاكلي ايه بقى النهارده؟ تاني يوم رمضان والنهارده هنفطر في البيت عشان اول يوم ما فطرناش في البيت، فصحينا ما لقيناش انبوبه في البيت. فطيب هنعمل ايه؟ قررت ان انا ايه بقى هجيب اكل من بره وخلاص. عايزه تاكلي ايه بقى النهارده؟ طيب عايزه تاكل بالقلم او تاكلنا بالقلم؟ عيله قله الادب على الصبح. طب يا جماعه انا دلوقتي نزلت وجبت الفطار. جبنا الفطار من بره كده، ما فطرناش ولا يوم في البيت يعتبر من اكل البيت يعني. ودي مبسوطه طبعا ان انت تاكل من بره؟ مبسوطه؟ هي كده كده سيلي مش فارق معاها تاكل من بره تاكل من جوه، ما بتاكلش اصلا يعني، صح يا سيلو؟ ايوه. طيب ترجمه الكلام اللي هي قالته تقول لي ان ماما صحيت ما لقيتش انبوبه، فبابا اضطر ان هو يجيب الفطار من بره. يلا بينا عشان نفطر. لا عليكي سيب الاكل وما توقعوش، خلينا نفطر النهارده. طبعا مش فارق معاكي بتعملي ايه انت. لا انا مش شايفه يا عسل. طب يا جماعه الاذان اذن والاكل اتحط. الحمد لله يا رب. شايفين ما كده؟ عملتش اكل. اكتر واحده مبسوطه طبعا بحوار ان الانبوبه فاضيه دي هي منى. وانا عامله فيها وسيليا زعلانه. انت بتعملي ايه يا سيليا؟ بتعملي ايه؟ عامله فيها زعلانه وهي اصلا مبسوطه من الصبح ان الانبوبه خلصانه وان انا اجيب اكل من بره. تعالوا اتفضلوا معانا نفطر، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب كده دايما متجمعين ودايما كده مبسوطين وفرحانين ان شاء الله. باي.